أنا ما بحبش الأكل، أنا بعشقه. فيلم الفار الطباخ بنشوف ان ايجو كان اقصى ناقد اكل فرنسا شافته في حياتها. كان العدو اللدود للمطعم بتاع جوستو، والصحافه هنا كانت مسمياه الاكل الكئيب. ولكن حالته دي يعتبر ما فضلتش كده للابد، لان في يوم من الايام فتح عقله وقلبه وبقى يقدر الاكل كفن حقيقي، وده حصل بسبب شغل ملهم لطباخ صغير جدا. في اخر الفيديو ده هنروح كمان للمكان بتاع ديزني وورلد اللي بيكمل قصة ايجو بعد نهاية الفيلم الاصلي، علشان خاطر نفهم ازاي وصل للنقطة دي. ولكن قبل ما نروح هنا لازم نرجع لبداية حياة ايجو. انطوان ايجو كبر في الريف الفرنسي وتربى مع والدته، وهناك عاش من اجمل وادفى لحظات حياته. الاكل اللي كانت امه بتعمله ليه رغم انه كان بسيط بالنسبة للبعض فضل محفور في قلبه طول حياته. الذكريات دي خلت عنده حب كبير جدا للأكل، وخلته كمان يفكر يشتغل في مجال الطهي. ولكن شغفه بالأكل ما خلوهوش يبقى شيف أو فنان في المطبخ، بالعكس مع الوقت بقى ناقد أكل. وهنا بقى لما بدأ يكتب في الجريدة بدأ يحس إن الأكل الفاخر اللي بيجربه بقى تجربة مملة وكمان فاضية. حس إن الأكل بقى من غير خيال ومن غير روح، ومع الوقت بقى إنسان متضايق. ايجو هنا كان بيدور على اكل يقدر يخليه يحس بشيء حقيقي تاني. وفي مرة قال بما ان كل الناس هنا فادت وجهة النظر ومفيش حد فاهم حاجة في المدينة دي، فخلينا نتفق على حاجة مهمة، انتوا تقدموا الاكل وانا هقدم الرأي. ومع الوقت بقى معروف ان النقد السلبي اسهل في الكتابة وكمان ممتع اكتر للقراء من المدح. علشان كده كان دايما بيكتب نقد قاسي وساخر عن الاكل اللي بيتقدم له في افخم مطاعم باريس. الناس بدأت تثق جدا في رأيه وبتعتبر كلامه مهم، وده يعتبر اللي اداله نفوذ وشهرة كبيرة جدا. في قمة نجاحه كان مجرد رأي منه ممكن يدمر سمعة مطعم أو شيف بالكامل. وإيجو كان مستمتع بالقوة دي، ومع الوقت بقى معروف باللقب اللي الناس أطلقته عليه الأكيل الكئيب. لا وكمان كان حتى كاتب المقالات بتاعته في مكتب غريب شكله زي التابوت، وحواليه أفخم أنواع المشروبات وأفضل المراجعات بتاعته كمان. جوستو. قفل أخيرا مش كده؟ لا. مشاكلهم المالية زادت. حتى كمان على المكتب بتاعه كان في آلة كاتبة شكلها زي الجمجمة بالظبط، وكان بيستخدمها طبعا علشان خاطر يكتب نقده اللاذع اللي كان بيدمر أصلا المطاعم. أشهر وأقصى مراجعة كتبها في حياته كانت ضد الشيف جوستو، وده حصل بعد ما جوستو نشر كتابه الشهير إن أي حد يقدر يطبخ. إيجو هنا كان رافض الفكرة دي تماما، وكان بيقول أنا باخد الطبخ بجدية ومش مقتنع إن أي حد يقدر يطبخ. وفي النهاية كتب مراجعة قاسية جدا ضد جوستو، وقارن الشيف العظيم ده بطباخ عادي. المراجعة دي كانت صدمة كبيرة جدا لجوستو، وكمان خلت المطعم يخسر نجمة من النجوم الخمسة اللي كانوا عنده. بعد الحادثة دي جوستو مات من الحزن، وبحسب تقاليد تقييم المطاعم لما الشيف هنا بيموت المطعم ممكن يخسر نجمة كمان، وده بالفعل اللي حصل مع جوستو. في الوقت ده ايجو وصل لمرحلة ان رأيه بقى قادر يسقط اكبر شيفات فرنسا. هو بنفسه خلى الشيف الشهير يتحول لمجرد اسم بيجذب السياح بدل ما يكون رمز حقيقي للمطبخ الفرنسي. ومع الوقت ايجو بدأ يقتنع انه الشخص الوحيد اللي قادر يحدد شكل ومستقبل الاكل الراقي في فرنسا. وفعلا لفترة طويلة هنا كان كلامه مؤثر جدا. العالم بدأ ينسى جوستو، ولكن الشيف اللي استلم مكانه اللي هو طبعا الشيف سكينر اللي يعتبر مكروه جدا عند معظم الناس استغل اسم جوستو علشان خاطر يبيع اكل عادي جدا باسعار غاليه في السوبر ماركتات حوالين العالم. اما المطعم الاصلي نفسه فبقى شبه مهمل، لكن بعد كام سنه ظهر شيف جديد في مطبخ المطعم ده، وصفات جديدة بدأت تظهر كمان، والناس بدأت تتكلم عن المطعم تاني بشكل إيجابي، والكل بقى يقول إن الشيف جديد يسمى فريد لونجويني رجع المطعم بتاع جوستو للحياة مرة تانية. طبعا هنا ايجو لما سمع الكلام ده مش عاجبه خالص، ازاي المطعم يرجع ينجح من غير موافقته هو. فلما اعلن انه هيكتب مراجعة جديدة راح في اليوم اللي بعده على طول ومتأكد انه هيقضي على سمعة المطعم ده للأبد. ولكن هنا بقى قبل ما يطلب الأكل قال جملة واضحة جدا، أنا محتاج شوية وجهة نظر مختلفة. فجوه مطبخ المطعم بقى بدل ما يتعمل طبق فاخر زي اللي بيتقدم في المطاعم الغالية، الفار الصغير اللي اسمه ريمي قرر يعمل طبق بسيط جدا. الطبق ده كان هو خلطة بيضة بالصلصة، أكلة ريفية بسيطة جدا، لكن لما إيجو خد أول معلقة منها حصلت ليه صدمة حقيقية فعلا. الطعم هنا كان مختلف تماما عن أي حاجة أكلها من سنين، وفجأة الأكلة دي رجعته بذكرياته لطفولته لما كانت أمه بتواسيه وتعمل ليه نفس الأكلة دي. اللحظة دي كانت زي رحلة حنين للماضي بالنسبة له.
وايوه البيت اللي بيظهر في اللقطه دي هو يعتبر نفس البيت اللي ظهر معانا في اول الفيلم، ودي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. انا عارف ان معظم الناس يمكن ما تعرفش معلومه زي دي. هنا بقى تعبيرات وشه اتغيرت وبان عليه الدفء والراحه من اول معلقه فقط، وده كله حصل لان ريمي ما كانش بيحاول يعمل طبق فاخر، هو كان بس بيحاول يعمل اكله توصل احساس ومشاعر حقيقيه لايجو. طيب هنا بقى الشيف توماس كيلر اللي هو اللي مصمم يعتبر شكل الطبق بتاع خلطبيطه بالصلصه اللي عمله ريمي في الفيلم، قال في فيديوهات الكواليس انه فهم قد ايه الاكل ممكن يأثر في الناس بسبب الشيف اللي كان بيعمله زمان، وقال انه اتعلم ان الطبخ مش مجرد اكل لكن في رابط عاطفي بين الشخص اللي بيطبخ والشخص اللي بياكل. وقال كمان اي حد فعلا يقدر يطبخ بس لازم يكون عنده الرغبه والاصرار انه يعمل حاجه يفتخر انه يقدمها لحد تاني، ويبقى في احساس ومشاعر ورا الاكله دي. وده بالظبط اللي عمله ريمي مع ايجو. ايجو نفسه قال مش فاكر اخر مره طلبت من الجرسون يوصل شكر للشيف، لكن لما اكتشف الحقيقه وان اللي طبخ كمان الاكله كان فار، ايجو حس بسرعه جواه. هو كان عارف ان التجربه اللي عاشها كانت مميزه جدا، لكن ده خلاه يسال نفسه اسئله مهمه جدا. هو ايه اللي خلاه اصلا يقرر مسير الطبخه؟ ايه الاثر الحقيقي اللي سابه من خلال شغله؟ وهل نقده كان بيبني حاجه ولا بس بيدمر؟ لكنه في نفس الوقت كان حاسس انه لازم يلاقي معنى حقيقي للكتابات بتاعته، وعرف ان الوقت جه انه يستخدم صوته علشان خاطر يدعم فنان حقيقي. وقال جملة مهمة: احيانا الناقد بيخاطر فعلا لما يكتشف موهبة جديدة ويدافع عنها، وعلشان كده وقف ايجو مع الشيف الصغير الجديد بتاع مطعم جوستو، وقال ان المطعم ده احسن مطعم في فرنسا حتى وهو عارف ان المكان مليان فئران، لكن القرار ده كان ليه تمن كبير. ايجو هنا خسر شغله وخسر سمعته كناقد، لكن رغم كده الامور ما كانتش سيئه بالكامل. ولكن هنا لما الفريد لونجويني وكمان كوليت وريمي فتحوا مطعم جديد وسموه كمان على نفس الاسم بتاع خلطبيطه بالصلصه، ايجو كان واحد من المستثمرين اللي ساعدوا ان المطعم ده يقوم، وبقى بيستمتع بالاكل وبحياته كمان، والناس كمان بقت تكرهه اقل بكتير من الاول. كمان بقى بيحط فلوسه في المكان اللي بيتكلم عنه، يعني بقى بيخاطر اكتر من اغلب النقاد، وده كان ناجح معاه. لكن ايجو هنا عمل خطوة اكبر بعد نجاح المطعم بتاع خلطبيطة بالصلصة، فتح محل خاص بيه. لكن عشان خاطر نعرف اكتر عن الموضوع ده لازم نروح لمكان تاني، والمكان ده هو عالم ديزني وبالتحديد في مدينة الملاهي. هناك بقى في منطقة فرنسا ضافوا لعبة جديدة، مغامرات ريمي، ومن أجمل الحاجات اللي ممكن تشوفها هناك إن هم كملوا قصة إيجو. القصة بتتوسع من خلال المكان نفسه. اللي بنعرفه هنا إن إيجو بقى عنده محل بيبيع فيه المشروبات الخاصة بيه، وده تطور جميل جدا للشخصية، لأنه زمان كان مجرد ناقد قاعد على جنب بينتقد الناس وخلاص، لكن دلوقتي بقى بيعمل حاجة بنفسه، بقى بيشارك بفنه الخاص في العالم، مش بس بيساعد مشاريع صغيرة زي مطعم ريمي، ده كمان بقى عنده مشروعه الخاص اللي بيعرضه للناس، وده معناه إنه بقى مستعد يخاطر ويظهر إبداعه قدام العالم. وعادة احنا ما بنشوفش تكملة لقصص الشخصيات دي الا لو في جزء تاني للفيلم، لكن مدن ديزني الترفيهية احيانا بتكمل القصص دي، ومنطقة فرنسا هناك يعتبر مثال رائع على ده. مطعم جوستو انحدر وبقى 4 نجوم بس بعد تقرير قاسي كتبه أشهر ذواق فرنسي أنطوان إيجو. فدلوقتي بقى في المحل ده عرفنا ان هو بيعمل المشروب بتاعه بنفسه، وسماه كمان يعتبر على اسمه، وفي 3 تواريخ مميزة على الزجاجات بتاعت المشروبات المعروضة عنده، من ضمنهم 2007 ودي يعتبر السنة نزل فيها الفيلم، وسنة 2014 ودي سنة برضو للعبة نزلت فيها، وسنة 2021 ودي برضو لعبة نزلت في السنة دي واتفتحت في ايبكوت. بسبب فن وابداع شيف صغير جدا، ايجو قدر يفتح عقله تاني ويرجع لحب الحقيقي للاكل. هو زمان كان مفتون بالقوة والشهرة اللي عنده كناقد، لكن قرر يسيب الطريق ده بإرادته علشان خاطر يساهم في صنع حاجة ليها معنى وجديدة للعالم ده. بفضل بقى ريمي، ايجو لقى الشجاعة انه يبدأ طريقه بنفسه ويبقى فنان حقيقي، والصراحة القصة دي ملهمة جدا، وده السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده. فانا متحمس جدا لفكرة ان ايجو قدر يتحول من شخص بس بيقعد حوالين فنانين كبار لشخص بقى هو نفسه فنان. وفي الاخر هنا قصة ايجو مش بس عن ناقد اكل اتغير، دي يعتبر كده قصة عن واحد كان فاكر ان دوره يحكم على الناس لحد ما اكتشف ان الاهم هو ان يعمل حاجة بنفسه. ايجو اتعلم ان النقد سهل، لكن الصعب بجد هو انك تحط شغلك قدام الناس وتبقى مستعد تخاطر. ومن خلال طبق بسيط زي خلطبيطة بالصلصة قدر ريمي يغير انسان بالكامل ويرجعه لذكرياته ولشغفه الحقيقي. يمكن الرسالة هنا بسيطة، إن أي حد فينا ممكن يبدأ من جديد، ومش لازم تبقى الأفضل بس لازم تبقى صادق في اللي بتعمله. فاستنى رأيك بقى، هل شايف إن إيجو فعلا بقى فنان ولا كان دايما جواه الفنان ده من الأول؟ كالعادة طبعا لو وصلت لحد هنا أول مرة على القناة ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.